مروان سري، عمرو نصوحي، ممدوح نصر الله، يحيى عزام، كل دول لو ما تعرفش يعتبروا مذيعين بس على السوشيال ميديا. طب هو ليه احنا بنحب مذيعين السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا بقت جزء من حياتنا اليومية، وانت بتاكل وانت فاضي ممكن تذاكر عليها وتتعلم حاجات جديدة، وفين وفين لما تلاقي حد بيتفرج على التلفزيون او برامج التلفزيون بمعنى اصح. اصلا انا ليه اشوف حلقة او فيلم ساعة واربع ساعات اعلانات، ولو انا عايز حتة معينة في اليوتيوب هجيبها بتكة ماوس، لكن في التلفزيون لازم انا اشوفهم وهم بيتكلموا عن اي حاجة لحد ما اوصل للحتة اللي انا عايزها. بس هو ايه الفرق بين مذيع اليوتيوب والمذيعين بتوع التلفزيون؟ حاجات كتير. اول حاجة حرية التعبير، يعني هنا براحتي هنتقد لاعب، هشب لاعب، هدعم اخواتنا من غير ما اخاف عشان اعلانات هتمشي من البرنامج بتاعي، مش هيتفرض عليا حاجه، انتقد ممثل مفيش مشكله. طبعا ابو تريكه ملوش دعوه بالكلام ده، ابو تريكه بيمشي بمبدا انا هعمل اللي يرضي ضميري وربنا، مش عاجبك ما تشوفنيش. نرجع لموضوعنا، حريه التعبير. حريه التعبير دي سلاح ذو حدين، يعني ممكن تخلي ممثل يتريق عليك بطريقه غير مقبوله عشان انتقدته في فيلم، زي ما حصل مع احمد كمال بتاع افلام، صاحب افضل احتفالات في رياكشنات رزع الجمهور، اللي قال رايه بس. ما اتكلم عن تامر عبد المنعم اللي هو فعلا ما بيعرفش يمثل، يقوم قايل عليه ايه؟ على اليوتيوب تلاقيه طالع واد تخين كده وبدقنه وما بيعرفش ينطق وبتاع، من الثدييات ما تفهم ولا ايه، مش عارف ده ايه. كبير كده شويه من هنا اهو، اعتقد انه من الثدييات. انا لو من مكان احمد كمال كنت رفعت عليه قضيه عشان ده سب وقصف، مش مبرر ان عشان انتقادتك تقول عليا حاجه زي كده، يتعدى عليك بالالفاظ زي دي عشان انت مالكش نقابه. يعني دي حاجه في التلفزيون لو حصلت نقابه توقفه او تاخد اجراء، لكن على اليوتيوب انت مالكش حاجه تدافع عنها غير الناس اللي بتتابعك. او انك تقول رأي يفضل يتحفل عليك سنين لحد ما تنسى اصلا انت كنت بتقدم ايه، زي ما حصل مع يوسف عثمان لما اتكلم عن كريستيانو في الفيديو بتاعه المشهور. بيلعب احسن بيه ولا من غيره؟ من غيره. طريقه اللعب، الضغط العالي، المهاره الفرديه، السرعه. هو رونالدو سريع زي الاول؟ لا. خد بقى دي، رونالدو فينيشر زي الاول؟ لا. تقريبا الفيديو ده عمل له تروما بعد كده. كمان انت مش مقود بطريقه معينه ولا جوده معينه، انت ممكن تبتدي بتليفونك، يعني عندك ممدوح نصر الله ابتدى بتليفونه واوضه صغيره بس بسبب محتواه وكلامه الناس حبوه. يعني انت عمرك ما تشوف فقره العبث اللي في رزع الجمهور دي على التلفزيون الا في برامج الكابتن مدحت شلبي الصراحه. الموسم هو طلع تيلر مدته 14 دقيقة. ايه تيلر دي؟ تيلر يعني زي منظفة. لا ده تاني تيلر. تيلر اللي هو بس هو كان بيشتغل ستورج. طب لمع كلامك ده كلامه كله جلد. مش مريحك. انا عجباني قعده سوالف. عمر خالد هو بيماينس مروان في اي حلقه. فهو هيتعاطف معاك كده، انا عارف هو طيب، يبان خشن زي الاناناس كده بس هو من جوه طري. هو ايه اللي مين اللي خشن؟ هو مين اللي خشن ومين من جواه طري؟ اوعى يلا، اوعى. هو كام؟ والله هنسيب. وجو هو دايما بيحفل على مروان وبيقول نفسك وانت بتتكلم معاه يا عم هو راجل. لا اصل فرق كبير قوي بيني وبينك، بعيد قوي. انت كام؟ واحد بيحب رزع الجمهور رغم انه ما فيهوش جمهور، ده هو مروان وعمر وجو اللي بيتكلموا بس عادي، احنا بنحب نشوفكم كده. وعلى فكره جو معاه حق في موضوع البالون دور وهلا، وده هنتكلم عنه في فيديو تاني. تقريبا مروان هو اول واحد ينفذ لنا الرياكشنات بتاعه الماتشات بتاعته، وانا اول رياكشن شفته كان رياكشن الاسطوري بتاع نهائي القرن. عمرك اليوم بيتفرجوا من غير ما يعملوا لايك كده زيك؟ انزل اعمل لايك يا بيه. وبمناسبه الرياكشنات، اتمنى الفيديو ده لو وصل للاستاذ مروان سري احضر معاهم رياكشن للنادي الاهلي او لبرشلونه مع استاذ عمر خالد، او يستضيفوني في كازينو الالعاب باذن الله. نرجع لموضوعنا، عمرك ما تلاقي شخصيه زي لوستا عبده في التلفزيون. يعني يوم ما استضافوا يحيى، لكن لوستا ما ينفعش واحد زي لوستا يطلع على التلفزيون. عمرك ما تلاقي الفيديو بتاع لوستا وهو بينتقد محمد صلاح ده على التلفزيون. يعني حتى ابراهيم فايق اللي بالنسبه لي غير في طريقه البرامج اللي على التلفزيون وطريقه البرامج الرياضيه المذاعه، انا المذيع الوحيد اللي ممكن اتفرج عليه على التلفزيون لو لقيته شغال هو ابراهيم فايق. ما يعرفش يعمل فيديو زي بتاع لوستا عبده. حتى ابراهيم فايق نفسه عمل بودكاست على اليوتيوب وبقى بينزل فيديوهات على اليوتيوب، والفيديوهات بتاعته البرنامج بتاعه نفسها بتاعت التلفزيون الناس بتشوفها على السوشيال ميديا. وعندك الدحيح لو ركزت هتلاقي ان هو اصلا مذيع برنامج علمي بيقدم لك المحتوى باسهل طريقه ممكن، بس هو مذيع. وعلى فكره الناس دي ريسكت بحاجات كتير جدا منهم مستقبل عشان راهنوا على السوشيال ميديا. يعني نصوحي صاحب قناه صياح وكوره، سوري صباح وكوره، وعلى فكره من اسباب حب الناس لعمرو هو صياحه في البرنامج، ساب شغل الهندسه وقعد في البيت من غير شغل فتره كبيره، وهو اللي بدا فكره مذيعين اليوتيوب، هو من اقدم الناس اللي عملوا الفكره دي. والدوك ساب شغلانه الدكتور الصيدلي عشان اليوتيوب. ما تحسسنيش ان هم جت معاهم فجاه، لا الناس دي تعبت على الشغل بتاعهم، كمان ما بيتفلسفوش على راي اسلام مهدي. كده ابين بيطلعوا على الفيست اب، اما الدبل اب ده بيحتاج قطع الوينجين
في النص وفي العمق، 2 بيأخروا، 3 بيقدموا، الساعة قدمها عشان هتقولي يعني هما بيقولوا اي حاجه؟ لا طبعا، لو بيقولوا اي حاجه وبيهبدوا ما كانوش نجحوا. يعني عندك ممدوح نصر معروف بانه اسرع يوتيوبر ينزل الفيديو بتاع الماتش بعد الماتش على طول، تيجي تتفرج على الفيديو تلاقيه مش متكروت، لا ده بيحلل افضل من الموجودين على التلفزيون. والدود محمود مهدي دايما مراجعاته الافلام بتبقى مخدومه وبيراجعها بكل ذمه وضمير، الفيلم وحش وحش، الفيلم حلو حلو، ودي من مميزات زي ما قلنا حريه التعبير. وخلي بالك محمود مهدي جت عليه فتره بطل يراجع افلام مصري بسبب اللجان اللي كانت بتتكلم عليه، اللجان اللي كانت بتهاجم اي حد بيتكلم عن افلام المصري باسلوب وحش. طبعا عارفين اللجان دي مين اللي بيدفع لها. كمان التنوع، هما مش عاملين برامج اذاعيه بس زي ما فهمت، لا هما برضه عاملين برامج تحدي وبرامج لعب زي كازينو الالعاب وسكرو وصباح تحدي، وكلهم بيستضيفوا بعض فيها، فتحس ان انت بقت في العيله دي. وفي النهاية أحب أشكر الناس دي على المتعة والشغل اللي بيقدموه لنا، وإنهم بيهتموا يطلعوا لنا الحاجة مظبوطة وأحسن حاجة ممكن. وبس، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتبص بص على الانستجرام هتلاقيه في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.